في مواقف كتير بنتعرض لها ممكن نسمع جملة أنا قلبي مش مرتاح. هل دي مجرد جملة عابرة ولا فعلا القلب ليه رأي وليه وعي؟ في الحلقة دي من برين بايتس بودكاست هنفهم ازاي العلم بدأ يكتشف أسرار القلب، وازاي القرآن من زمان كان بيقول إن القلب مش مجرد مضخة للدم لكنه كمان بيفكر. في سنة 1991 في عالم اسمه أندرو أرمور اكتشف حاجة اسمها الجهاز العصبي القلبي. ده معناه إن في شبكة عصبية جوه القلب فيها حوالي 40 ألف خلية عصبية. الدراسات الحديثة أثبتت إن القلب بيبعت إشارات للمخ أكتر من اللي بياخدها منه، وإن في مناطق معينة في المخ بتتأثر بضربات القلب، زي المراكز اللي بتتحكم في العاطفة والانتباه واتخاذ القرار. مش بس كده، القلب كمان بيفرز مواد كيميائية زي الأكسيتوسين، وده اللي بيخلي الإنسان يحس بالأمان والطمأنينة. يعني لما تحس براحة أو قلق من غير سبب، ده ممكن يكون قرار قلبك قبل حتى ما مخك يفهم إيه اللي بيحصل. العلم دلوقتي بيعتمد على حاجة اسمها ال HRV أو تنوع نبضات القلب، ده علشان يقيس بيها الحالة النفسية للإنسان. كل ما التنوع ده بيزيد، المعدل بتاعه بيزيد، كل ما كنت أهدى ومتزن أكتر. طيب لو المعدل بتاعه قل، ده معناه إن فيه توتر وقلق، وممكن كمان يكون اكتئاب. يعني القلب بقى مراية مشاعرك، بيحكي عنك وانت ساكت. احنا كده اتكلمنا عن الجزء العلمي في الموضوع. نتكلم عن المرجعية الدينية والعلاقة بين القلب والعقل. القلب في القرآن مش مجرد مجاز. من الإعجاز العلمي العميق في سورة الأعراف بسم الله الرحمن الرحيم لهم قلوب لا يفقهون بها. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن القلب مش بس بيضخ الدم، ده كمان هو اللي بيقدر يفهم ويدرك. وده زي ما قلنا إن العلماء اكتشفوا إن القلب فيه خلايا عصبية بتشبه خلايا المخ، وده بيساعد في عمليات الفهم والإدراك. عندنا مثال تاني في سورة الحج بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. الآية دي بتأكد إن القلب ليه دور في التفكير والعقل، مش بس المخ. وده معناه إن القلب مش بس مكان للمشاعر، لكنه كمان بيشارك في اتخاذ القرار وتحليل الأمور. وفي مثال ثالث في سورة قاف بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. يعني اللي عنده قلب سليم يقدر يتذكر ويتدبر الأمور. والعلم الحديث بيقول إن القلب مش بس بيتحرك، ده كمان ليه تأثير على الذاكرة والتركيز. وكمان في مثال تاني في سورة الأنعام بسم الله الرحمن الرحيم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. الأفئدة هنا معناها القلوب، والآية بتقول إن القلب مرتبط بالبصر والفهم، وده معناه إن القلب بيأثر على إدراكنا لكل الحواس مش بس المشاعر.